اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض السينابون زي ما انتم شايفين، طري جدا ولا غلطة، ما شاء الله، عامل زي القطنة. انا هنا معايا المكونات بتاعه العجينة. معايا 3 كوبايات من الدقيق، هحط عليهم 3 معالق من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة. هنقلبهم مع بعض بس يندمجوا. هنحط عليهم البيضة وهننزل عليهم بربع كوباية من الزيت، وهنستخدم كوباية من الحليب، وده بيرجع لنوع الدقيق بتاعك. هنعجنها كويس قوي لمدة 7 دقايق لحد لما تبقى بالشكل ده كده. ما شاء الله طلع حلوة جدا. هنسيبها تخمر لمدة ساعة. لازم تكون بتلزق حاجة بسيطة في ايديكي، وممكن تعجنيها على ايدك مفيش مشكلة. في الوقت ده هنعمل الحشوة المعروفة بتاعت السينابون. انا هنا معايا ربع كوباية من السكر، وعليهم معلقة كبيرة من الكاكاو، ممكن تستغني عنها، ومعاهم معلقة كبيرة من القرفة، ومعانا هنا معلقتين من الدقيق. الدقيق ده بيمنع خروج السكر بره او يتكرمل. هنقلبهم كويس بالشكل ده. في الوقت ده هنعمل الصوص المشهور بتاع السينابون، اللي هو الصوص الابيض. معايا ربع كوبايه من الميه المغليه، معلقتين كبار من الزبده، وممكن تستخدمي معلقه، ومعايا هنا معلقه من الفانيليا، ومعاهم نص كوبايه من السكر البودره، وكمان كوبايه من الحليب المجفف. هضربهم كويس قوي بالهاند بلندر او الخلاط، الاتنين هيدوا نفس النتيجه. المهم ان هما يمتزجوا كويس قوي مع بعض. ما شاء الله طالع حلو جدا. انا هنا العجينه بتاعتي خمرت. هبدا ارش الدقيق كده زي ما انتم شايفين. مكان ما هفرد العجينه هفردها بسمك حوالي 2 سنتي. وفي الوقت ده انا هجيب معلقه من الزبده، هدهن سطح العجينه كلها بالزبده. انا استخدمت تقريبا معلقه كبيره من الزبده، مش اكتر من كده. هرش بقى خلطه السكر والقرفه اللي احنا عملناها، وحاولي تحطي كل الخلطه عليها. هنبدا نقفلها، هنبرمها بالشكل ده كده. هنشد لبره ونقفلها رول زي ما انتم شايفين كده، عشان يكون لها طبقات كتير. بعد ما قفلناها لازم نقفل الاطراف زي ما انتم شايفين كده. بعد ما قفلناها هنجيب سكينة او خيط ونقطع بيه السمك اللي احنا عايزينه. انا هنا جبت قالب او صينية او اي حاجة، دهنتها بالزبدة وبطنت بالدقيق، وحطيت السينابون بتاعي فيها. هسيبهم كده على جنب كده. بعد ما خمروا هحطهم على درجة حرارة 200، وكده ما شاء الله يقعدوا في الفرن حوالي ربع ساعة. وكده النتيجة النهائية ما شاء الله طالع زي القطنة. الصورة بتتكلم ما شاء الله، حاجة كده ولا غلطة. هنبدأ بقى نحط الصوصات بتاعتنا، وده بيكون على حسب ذوق كل واحد. ما شاء الله طالع حلو جدا. انا هنا استخدمت صوص كراميل وصوص شوكولاتة، وان شاء الله نعملهم مع بعض في فيديو لوحدهم عشان ما يكونش الفيديو طويل عليكم.